السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي واخواتي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض ورقة اللحمة في الفرن، من اجمل واسهل الوصفات اللي لازم بتكون على سفرتنا في العيد. هقولك ازاي تعمليها وتكوني استاذة فيها، ولا تقولي بقى صبحي كابر ولا البرنس ولا عنتر وعبلة ولا الناس دي كلها. وسميها انتي على اسمك، هما مش احسن مننا في حاجة. وعرفيهم ان الستات المصرية لما بتحب تعمل وصفة بتعملها احلى من الجاهزة مليون مرة. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا ندخل في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله هنبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا معايا كيلو من اللحمة، واي قطعية لحمة هتنفع معانا. بس واحنا شغالين مع بعض هقول لكم ايه انواع اللحمة او قطعيات اللحمة اللي هتكون حلوة قوي في الوصفة بتاعتنا. وطبعا كمية اللحمة اكتر من كده او اقل من كده دي حاجة ترجع لكم او حسب اللي انتوا هتشتغلوا بيه. اللحمة يا اما تقطعوها شرايح رفيعة كده زي الاسكالوب كده، يا اما تقطعوها قطع كده مكعبات زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انا بقطع بيه ده كده. تمام، بصوا يعني انا مسكت الحتة اللي كانت معايا كده قطعتها على 3، لا تكون القطعة كبيرة قوي وتاخد معانا وقت في السوا، ولا تكون صغيرة وزي الشاورما كده وتضيع معانا في ورقة اللحم، تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب ايه القطعيات اللي هتكون معانا حلوة في الوصفة بتاعتنا؟ السمانة، الانتركوت، الكولاطة، عرق الفليتو ده ممتاز بيشم النار كده يستوي، وكمان وش الفخذ. طيب انا ما عنديش القطعيات دي يا دنيا، مش هتنفع الوصفة؟ لا هتنفع طبعا، وهقول لكم واحنا شغالين لو اللحمة بتاعتك عجوزة او قطعية غير القطعيات اللي معانا دي هتعملي فيها ايه. بعد ما قطعت اللحمة مكعبات كده متوسطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هرش عليها كده رشة من الفلفل الاسود ورشة صغيرة كده من الملح، وكمان هحط لها كده طرف معلقة صغير من ورق اللورا على الحبهان، وكمان طرف معلقة صغيرة كده من الكباب الصيني، وطرف معلقة صغير جدا من القرفة، يعني حاجة بسيطة سنة صغيرة، وكمان رشة كده من السبع بهارات او البهارات السبع. بعد كده بقى هنفرك اللحمة كده بالتوابل اللي احنا حطيناها عليها، ونحاول ان احنا نشرب اللحمة كده بالتوابل، وهسيبها 10 دقايق ربع ساعة لحد ما تشرب من التوابل اللي معانا. الوصفة بتاعتنا هتكون روعة وتحفة بحتة ليا. شوفوا كده اي حتة ليا يا جماعة، حد يكون دابح كده جنبكم خروف ولا تروحي تشتري من الجزار، ان شاء الله بس ربع كيلو ليا وخليها عندك في الفريزر. بجد يا جماعه في بعض الوصفات كده الليا بتفرق معاها جدا. انا اخدت حته كده يعني صغيره حوالي 50 جرام او اقل، وقطعتها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى الخضار اللي هنستخدمه في الوصفه بتاعتنا 3 أو 4 بصلات كده متقطعين جوانح، يعني شرايح بالطول كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وتكون رفيعه بالشكل ده، وابيض احمر مش هتفرق. ومعايا كده جزرتين يعني حبايتين كده من الجزر مقطعاهم مكعبات كده، وقرن فلفل اخضر، وحوالي 3 أو 4 حبات كده من الطماطم مقطعاهم مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا كده كمية من البطاطس على حسب ما انتوا عايزين مقطعاها مكعبات بالشكل ده، 3 حبات من البطاطس 2 زي ما انتوا عايزين. وهنا معايا كده برضو فلفل الوان علشان يدي الوصفة بتاعتنا لون حلو، بس طبعا علشان مفرز فانا هحطه في الفريزر لحد ما هبدأ اشتغل في الوصفة. معايا كده بقى طاسة على النار، هحط فيها كده معلقة من السمنة، وهحط فيها كده اللي انا قطعتها معاكم. بجد يا جماعة اللي حلوة قوي وهتديها طعم نفس اللي بنشتريه من بره بتاع اكبر المطاعم، هيديكي نفس الطعم والريحة كده والنفس بتاع ورقة اللحمة بتاعت المطاعم الكبيرة. بعد ما اللي كده تسخن وتنزل شوية كده من السمنة اللي فيها، ومعلقة السمنة اللي انا حطيتها تسخن، ودي خطوة مهمة ان الطاسة تكون سخنة بالمواد الدهنية اللي فيها. بعد كده هننزل بقطع اللحمة اللي معانا، ونفضل نقلب كده بقطع اللحمة لحد ما تبدأ تلون كده وتتشمع وتاخد لون كده، وتنزل المية بتاعتها وتبدأ تشربها. لو اللحمة بتاعتك القطعة اللي قلتلك عليها في اول الفيديو على ما تشرب المية بتاعتها هتكون خدت تسوية 50%. طيب انا يا دنيا القطعة اللي معايا هتكون مختلفة عن القطعيات اللي ما بتستويش بسرعة، يعني اللحمة بتاخد سوا شوية. اعمل ايه؟ اول ما اللحمة تنزل المية بتاعتها وتشربها، حط لها كده ربع كوباية بربع كوباية مية مغلية، وكل ما اللحمة تشرب المية بتاعتها وتحس ان هي لسه جامدة او ما استوتش تزودي لها تاني ربع او نص كوباية مية مغلية، وتكرري الموضوع ده اكتر من مرة لحد اللحمة ما توصل كده 50% او اكتر شوية سوا. هنا اللحمة بتاعتي بعد ما شربت المية بتاعتها كده وخلاص تقريبا استوت 50%، وبطلع اللحمة كده من الطاسة اللي موجودة معانا. طبعا كده بحطها في طبق وهسيبها على جنب لحد ما اكمل بقيه الوصفه بتاعتي. في نفس الطاسه بنفس المواد الدهنيه اللي احنا كانت معانا هنزل بالترتيب اللي انا هقول لكم عليه. اول حاجه هننزل بكميه البصل كلها، وهنفضل نقلب فيها في الطاسه كده
ونخلي البصل يدبل حاجه بسيطه ويشرب كده من الصوص اللي نزل من اللحمه والليه اللي كانت معانا. زودت لهم كده نص معلقه سمنه علشان البصل يتشوح كويس وياخد لون حلو. انا ما بحمرش البصل ولا اي حاجه، انا كل اللي بعمله ان انا بدبله وبخليه ياخد لون بسيط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا البصل بقى ريحته تحفه من الصوص بتاع اللحمه والليه اللي نزل. بعد كده بنزل بقطع الجزر اللي انا قطعتها مكعبات، وطبعا الخضار اللي انتوا عايزينه براحتكم. يعني انا حطيت هنا جزر وبطاطس، انتوا ممكن تحطوا بسله، ممكن تحطوا كوسه، ممكن تحطوا اي خضار انتوا بتحبوه. بعد ما شوحت الجزر كده مع البصل نزلت بالبطاطس، وطبعا زي ما قلت لكم كميه البطاطس زي ما انتوا عايزين، تقللوا تزودوا بس بتبقى طعمها حلو جدا. وبعد كده هنزل بفص توم كده مهروس ناعم، وهبدا اشوح كل الحاجات الحلوه اللي معانا في الطاسه دي لحد ما كلهم كده ياخدوا من ريحه بعض. اول ما بحس كده ان الجزر والبطاطس خلاص اتشمعوا كده وبداوا ياخدوا درجه حراره بسيطه كده، هنزل بالفلفل. طبعا انا حطيت نص قرن كده فلفل اخضر وكملت عليه بالفلفل الالوان المتفرز. انا يا جماعه بجيبه بقطعه على طول وافرزه زي ما عملت معاكم قبل كده في الفيديو وبشتغل بيه. بعد ما قلبت الحاجات دي كلها كده مع بعض هضيف معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من البابريكا، رشه صغننه كده من الكباب الصيني، رشه صغيره كده من ورق اللورا على الحبهان المطحونين على بعض، ورشه صغيره كده من 7 بهارات، وكمان شويه كده من الفلفل الاسود، وطرف معلقه صغيره كده زي ما عملنا مع اللحمه من القرفه، لان القرفه بتديها برضو طعم حلو قوي. وحطيت لها كده معلقتين صغيرين من الملح، طبعا علشان انا شغاله بمعلقه الشاي فحطيت معلقتين، انتي ممكن تحطي معلقه كبيره من الملح. وهقلب كل التوابل دي كده مع الخضار اللي موجود معايا في الطاسه تقليبه حلوه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده في الاخر هنزل بالطماطم وهقلب الطماطم مع كل الحاجات دي، بس هضيف لهم كمان معلقه من الصلصه. معلقه الصلصه هتعزز اللون وتدي لها لون حلو مش اكتر. وهنقلب بقى كل الحاجات الحلوه اللي معانا في الطاسه دي، وبعد كده هنغطي الطاسه وهسيبها تغلي دقيقتين 3 بس مش اكتر. هخلي كل المكونات اللي معايا في الطاسه كده تغلي وتشرب من بعضها كده. بصوا الطاسه اهيت بعد ما غليت كل الحاجات اللي موجوده فيها مع بعض وشربت كده كلها من بعضها كده وكلها اخدت طعم بعض. هنزل كده باللحمه وهقلبها تقليبه كده مع الخضار اللي في الطاسه وبس. خلاص انا كده حطيت اللحمه على وش الطاسه. بعد كده هنجيب صينيه وحطيت فيها كده ورق ألمونيوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت واحده كده وحطيت عكسها واحده تانية، يعني حطيت واحده عكس واحده كده. طبعا في المحلات بيحطوا ورق الألمونيا وبس، ما بيحطوش اي حاجه تانية، بس احنا عشان صحتنا وعشان الاكل يبقى صحي جبت كده ورقه من الزبده وفرشتها فوق الورق الألمونيوم علشان يكون عازل ما بين الاكل والورق الألمونيوم. بعد كده هننزل بالمكونات اللي معانا في الطاسه ديت اللي هي البطاطس والخضار واللحمه، واحاول كده ان انا افردهم في الصينيه، واحاول ان انا اطلع اللحمه كده على وش الصينيه، او لو قلبتيها كلها جوه الصينيه مفيش مشكله خالص براحتك. عايزه تحطيها على الوش ماشي، عايزه تقلبيها وتمكسيها كده جوه الصينيه كلها في بعضها مفيش مشكله. وبعد كده هنضيف لها كوبايه من الميه او كوبايه ونص من الميه، طبعا على حسب كميه البطاطس اللي انتي حطاها. الميه اللي احنا حاطينها ليه؟ علشان تخلي اللحمه تستوي وتكمل سواها هي والخضار مع بعض جوه الفرن. بعد كده احط لها ورقه زبده على الوش واقفل الاطراف كده كويس. وبعد كده هجيب ورقه تانية ونحاول نخلي الوش اللي بيلمع يكون لتحت علشان ما يعكسش الحراره وتستوي معانا بسرعه. واحاول ان انا ادخل الاطراف كده واقمرها كويس جدا علشان البخار اللي هتستوي فيه هو ده اللي هيخليها زي الزبده ويخلي طعمها حلو. التسويه ازاي؟ بشغل الفرن قبلها، يعني بدخلها على فرن سخن، بحط الصاج كده في تاني رف من تحت وبحط الصينيه عليها، بتاخد من ساعه ساعه وربع تقريبا وبتستوي بتكون زي الزبده. تعالوا بقى ما نشوفها بعد ما طلعت من الفرن. كان نفسي تكونوا كلكم معايا وتشموا الريحه العظمه ديت وهي في الفرن. ولادي وهم رايحين جايين كده على المطبخ عمالين يقولوا لي يا ماما ريحه المطاعم موجوده في البيت، ريحه المطعم، انت عملت لنا مطعم في البيت يا ماما. بجد يا جماعه الريحه والطعم يجنن، هتبقوا قاعدين بتاكلوا ولا اكنكم قاعدين في اكبر مطعم من المطاعم اللي بتبيع ورقه اللحمه دي بالشيء الفلاني. انتي بقى بتمن ورقه لحمه صغنونه قد كده تاكل فرد واحد هتاكلي البيت كله والعيله كلها. بجد يا جماعة من أجمل الوصفات اللي تعملوها في العيد، حاجة كده تشرفك وريحتها وطعمها يشرفك على سفرة العيد. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها، مستنية رأيكم في التعليقات. وكل سنة وانتم طيبين، وأشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.